والنهارده هنعرف ازاي نعمل زرار في فلاتر زي الشكل ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم احمد من قناه فيك ساحل. والنهارده هنتعلم الاليفيتد باتون. والاليفيتد باتون ده هو عباره عن ويدجت، واحنا دايما بنستخدمه كل يوم. لما تيجي تعمل لوج ان ليوزر على اليوتيوب مثلا، فيسبوك، اي حاجه، دايما بيبقى عندك زرار تعمل لوج ان والحاجات دي. او مثلا لما تظهر على الزرار مثلا يظهر لك رساله، مسج، الحاجات دي كلها بتبقى تبع الاليفيتد باتون. اول حاجه نعمل كنترول الت سبيس، نكتب بقى ايه اليفيتد باتون. حلو. عندك اول حاجه الاون بريست ده، دي الفانكشن اللي احنا هننفذها. يعني ندوس عليها هنا كده اهو، بص طريق فويد فانكشن، دي الفانكشن انت ايه عايز تنفذها. احنا عايزين نشيلها ايه فاضيه دلوقتي. نعمل كنترول الت سبيس، يظهر لك الحاجات اللي فيها. نعمل اهو، نعمل كده كان انت سايبها كانها نل فاضيه. تشايلد بقى، تشايلد ده عايز ايه ويدجت عادي جدا. نعمل كنترول الت سبيس ونخليها مثلا ايه تكست، نفس اللي هو الايه الاوبشن اللي معانا. احنا عندنا في كاتبين هنا ايه سيف تشينجز، نكتب هنا سيف تشينجز. نعمل كنترول اس اهو، بص ظهر والزر حرفيا هو اتعمل تلقائي على طول، بس ما بيظهرش حاجه عشان كده اون بريس دي كيكه نل. احنا عايزين هنا الشكل يبقى عامل ازاي، يبقى اللون ازرق والتكست يبقى لونه ابيض. تمام، يعني هنبدا اول حاجه نخلي التكست لونه ابيض. حلو الكلام. نعمل كنترول اس، هو مش هيبان دلوقتي عشان يبقى ابيض عشان نفس الباك جراوند. نعمل بقى هنا انتر، نفس التكست. عندك بقى اهم حاجه في الاليفيت باتون، اصلا دي اهم حاجه اللي هي الستايل بتاعها، اللي هي الاليفيت باتون دوت ستايل. تعمل كنترول سبيس، تعمل ستايل، تعمل بقى ايه اليفيتد باتون دوت ستايل اهي تحت هنا اهي اليفيتد باتون دوت ستايل. نعمل بقى انتر، فيها بقى كل حاجه انت عايزها. عندك اليفيشن ده بتيجي تعمل ظل وشيب وبادنج، بتعمل مسافات من الزرار من جوه. باك جراوند كلر نغير لونه. احنا نبدا اول حاجه باك جراوند كلر، هي اسهل حاجه. عايزين اللون يبقى ازرق، نعمل زي المره اللي فاتت بقى، نعمل كلر 0xff، نعمل اي لون كده ونعمل كده، نجيب اللون على طول. ممكن نغمقه سيكا، ايوه. مش عايزين بقى الاف في الاخر دي كده، احنا كاتبينها في الاول اهو. كنترول في على طول اهو، زي الفل، نفس اللون يعتبر بالظبط. تعال نكبر برضو الزرار شويه عشان الزرار صغير اوي، نخليه مثلا 22. حلو كده. تعال نشوف بقى ايه الفرق بين هنا ومن هنا. اول حاجه في بادنج من بره ومن فوق ومن تحت، وفي برضو بوردر راديوس من بره، سيركلر كام من بره اهي، راوند من بره. دي هنعملها برضو ايه من هنا. نعمل كده، نبدا اول حاجه اللي هي الشيب، نعمل اللي هي راوندد من بره دي. نشوف النوع بتاعها او اوتلاين بوردر، هيك اي بوردر. احنا عايزين بقى ايه راوندد ريكتانجل بوردر اهي، راوندد ريكتانجل بوردر. نعمل كنترول الت سبيس، نعمل بوردر راديوس، خد ورق كوبي بيست على طول اهي اهو. نخليها سيركولر، نخليها مثلا كام، نخليها 10 اهي، ظابط اهي زي الفل. عايزين بقى نطولها من بره بقى شويه، نديها بادنج. تعالوا بقى نظبط المسافات بتاعتها من خلال البادنج. نعمل كنترول الت سبيس، نعمل بادنج والنوع بتاع ادجنسنت اهو، نديها كوبي بيست على طول. انت اي حاجه ايه مش عايز تضيع وقت، تديها كوبي بيست وتديها هنا على طول. بعد كده يبقى في اوبشن اللي هو بتاع السيمتريك بقى، يبقى هنخليها مثلا من فوق وتحت ويمين وشمال، اللي هو هوريزونتال وفيرتيكال. نخليها مثلا فيرتيكال 12 وهوريزونتال 12. نعمل كنترول اس اهو، بص حرفيا بقت زي بالظبط. تعال نبص هنا بقى على الصوره، يعني هي تعتبر زي بالظبط، مفيش اي اختلاف. نيجي ندوس عليها، عايزين بقى ايه نخلي الزرار نديله شادو كده، يعني نديله حرفيا اهتمام كده، ان هو لما اليوزر يجي يشوفه ويشوف ان الزرار ده ايه، لا لازم يدوس عليه. في حاجه اسمها elevation بقى هي اللي بتعمل كده. نعمل كنترول سبيس،
نكتب elevation نخليها مثلا كام، نخليها 12. نعمل كنترول اس اهو. بص اديتها شادو كده من تحت ايه، اللي هي خيط الزرار بيبقى زي ليه ظل كده من الاخر. كده تقريبا احنا عرفنا كل حاجه هتيجي نعرفها في اليو اي عن الفيت باتون. تعال اخر حاجه بس نعرف الامبريزد ده نستخدمها ان انت لما مثلا عايز تظهر رساله لما تيجي تدوس على الزرار يظهر مسج او اي حاجه، بس احنا هنعملها ايه حاجه بديهيه قوي اللي هي برنت بس عشان تعرف ان الزرار شغال. نكتب برنت، نكتب مثلا تيست elevated button، نعمل سيميكولون في الاخر، نعمل كنترول اس، تيجي هنا بقى بس لما تيجي ندوس عليها اهو ظهرت تيست elevated button، ندوس عليها تاني تلاقيها ظهرت تاني. ممكن نستخدمها برضه لما تيجي تعمل نافيجيت ما بين السكرين تتنقل من صفحة للتانية وهكذا. يعني دي اشهر حاجات اللي بنستخدمها في الزرار يعني. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك، متنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب، وان شاء الله الفيديو الجاي هنعرف الانك ويل والجستر ديتكتور اللي هو الزرار ده ان شاء الله. بس كده، مع السلامة.